هذه لي اصعب مرحله في المونتاج ديال الكوليه اللي هما العواد، كيفاش كنعوجوهم وكنقادوهم. يمكن لك تكون اول مره غاد تشوف هذا الفيديو كيفاش كيتقادوا العواد ديال الكوليه او جميع اي عود لاي مهنه. المهم العود كيفاش كنعوجوه في اي مجال واي مهنه، طريقه باش نعوجو العواد. ما يمكنش العود غيعوج لك وهو ما شبعانش ماء. على الاقل واحد شهرين او 3 شهور خاصو يبقى في الماء. تاني حاجه العود راه ما عمرو غادي يعوج لك، ديما غيطرطق الا ما درتشلو العافيه. العافيه كتخلي العود يتمونطا، كتخلي العود كما كتشوف ما كيتهرش من الدوره العوجيه. وهنا كتلعب بالعود كيف بغيت، باي طريقه بغيت تلعب بالعود وتعوجو كيف بغيت. غير تعطيه الماء كيشبع وعطيه العافيه، سخنو مزيان وغادي تتحكم في العود بالطريقه الصحيحه. وهنا ما عمرك غادي تشوف بحال هذا الفيديو، قليل اللي غادي يوريك بحال هذه المعلومه اللي صحيحه وتستافد منها. بارطاجي هذا الفيديو توصل المعلومه للناس اللي محتاجين لهذا الابتكار، الناس اللي عندهم مهنه او خارج الكليه. اي مهنه عندك كتستعمل فيها العود وكتمشي تشريه عوج، ما تحتاجش يا اخي تمشي قال بغات تصايبو عند الصدور. اي صدور تعطيه العبار ديالك ويقاد لك القالب اللي تخدم به. وهنا كتجيب العواد وديرهم في الماء كما كتشوف راهم في البرميل حتى يشبعوا ماء، ومن بعد تدخلهم للسخون وغادي تعوجهم بالطريقه الصحيحه. تحياتي للجميع الاخوان، شكرا للناس اللي متبعين هذا المحتوى، لهم الاحترام والتقدير جميعا. الحمد لله كسبنا جمهور وكسبنا ثقة الناس، وكنعطيو معلومة قيمة اللي يستفيد منها الجميع. كنت صانع محتوى او غير صانع، هذه معلومة استفد منها وخليها في العقل ديالك، تقدر تحتاجها او يحتاجها انسان اخر وما عارفش كيفاش يستفيد منها. هنا غادي تعطيه فكرة كيفاش يستافد. هنا العود الا كان غليظ بزاف، مع دابا هذا العود راه غليظ بزاف كما غادي تشوفوا. شدوا الغلط ديالو راه اللهم بارك. الا كان العود غليظ بزاف ضروري من الجهه اللي غيتمونطا لينا خصنا نضربوه شويه بالقادومه باش نحيدوا له. هنا كنقصوا منه من الداخل ديالو باش ما يتهرش.